السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان إن شاء الله يكون مفيد لينا كلنا إن شاء الله وللأمة الإسلامية كلها. رمضان إن شاء الله فاضل له حوالي 3 أيام. النهاردة هنكمل حقيقة النكسة واللي حصل فيها، وبعد ما طلعت إشاعة إن البوليس انسحب ميدان التحرير في جمعة الغضب، أحب أفكركم بس بالمشهد اللي يثبت إن البوليس ما انسحبش في جمعة الغضب. طبعا فيديو جمعة الغضب اللي عملناه كان حوالي 2 و5 دقايق، فكتير قوي ما شافوش الفيديو كامل. نرجع شوية كده صغيرين لليلة جمعة الغضب. بصوا المشهد لما الجيش نزل وعمل حاجز بين المتظاهرين وبين البوليس في قلب ميدان التحرير من ناحية المتحف المصري. والجيش استلم تأمين الميدان، والبوليس رجع لوزارة الداخلية. وبرضه البوليس دخل شارع محمد محمود وابتدى يضرب مسيل للدموع على المجرمين اللي كانوا بيحاولوا يخشوا وزارة الداخلية من شارع محمد محمود. ده المشهد. إذا يا جماعة البوليس ما انسحبش في جمعة الغضب. في واحد ممكن يقول لي امال ايه اللي حصل في إقسام البوليس؟ والله كل واحد بيسأل السؤال دوت يحط نفسه مكان الضباط في إقسام البوليس ويشوف الإقسام بتتحرق هيفضل قاعد ولا هيمشي؟ طيب البوليس ما انسحبش من قلب ميدان التحرير وراح يأمن وزارة الداخلية بناء على تعليمات الجيش. طب الليلة حصل فيها ايه يعني؟ بعد الجيش ما قعد، طبعا احنا شفنا في فيديو جمعة الغضب ازاي البوليس ساب الميدان وازاي الجيش اتهاجمت دباباته ومدرعاته واتحرقت. والمشهد ده كان على الساعة 3 بالليل. ايه رأيكم في المشهد ده؟ طيب يعني الجيش ما استخدمش العنف مع المتظاهرين. طيب تعالوا بقى نخش ميدان التحرير الصبح يوم 29 يناير 2011 ونشوف ايه اللي حصل في ميدان التحرير الصبح يوم 29 يناير. لو دخلنا من ناحية كوبري قصر النيل نبص كده
طيب نبص على اتجاه جامع عمر مكرم وميدان سيمون اللي قدام سيمراميس انتر كونتيننتال. نبص طيب على اول شارع القصر العيني ونشوف الدبابات وهي مقفله الشارع. كده يا جماعه احنا شفنا ان العدد بسيط جدا وممكن بسهوله فرقه خاصه من القوات المسلحه كانت تخش تمشي العيال دي لو حسني مبارك عايز يستخدم معاهم العنف، صح ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف مفاجاه، وهي تواجد الداخليه او البوليس المصري لسه موجود يوم 29 يناير الصبح وداخل على ميدان التحرير من شارع محمد محمود في ظل وجود الدبابات وفي ظل وجود الجيش، وبيضرب على المتظاهرين اللي موجودين الصبح في ميدان التحرير قنابل مسيلة للدموع. خلاص الشعب هيكمل المشوار، الجيش والشعب هيكمل المشوار، الجيش والشعب هيكمل المشوار، الجيش والشعب هيكمل المشوار، الجيش والشعب يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك. الشعب يريد اسقاط الرئيس، الشعب يريد اسقاط الرئيس، الشعب يريد اسقاط الرئيس، الشعب يريد اسقاط الرئيس. هذا يو اس اي. ايه رايكم في المشهد ده؟ طبعا الناس جريت، شفنا الناس جريت، المتظاهرين جريوا. طب يا ترى يا جماعه لو كان الوضع استمر كده والبوليس قاعد يضرب مسيل للدموع مش كانوا هياخدوا خلاص الميدان؟ طب يا ترى الجيش هو اللي منع البوليس في ميدان التحرير انه يكمل ويطرد المتظاهرين من الميدان؟ ده رايي الشخصي. تعالوا نشوف ما يثبت ان الجيش هو اللي منع الداخليه انها تضرب المتظاهرين في ميدان التحرير او تضرب على المتظاهرين قنابل مسيله للدموع. هناخد الكاميرا ونخش شارع محمد محمود ونشوف الدبابات وهي داخله علشان ترجع افراد الداخليه لمقر وزاره الداخليه وتبعدهم عن ميدان التحرير. Two man is dead. Two man is dead. ده دمنا ده. رجعونا.
Sniper! Zigzag, zigzag. What is wrong? يا دفعة! يا دفعة! يا دفعة! انتوا رايحين فين دلوقتي؟ ماشي بس كده طيب هتخش جوه الداخلية هتخش جوه الدبابة دي طب الناس اللي بتقول دي تعالوا كده تعالوا كده عشان هو ده مش ده انتوا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ تعال معاهم واحد ديت هناك. وهنا عايز اعمل معاكم واجب جامد جدا. ايه رايكم؟ شفنا المشهد من تحت، طب ما تيجوا نطلع اعلى مبنى في شارع محمد محمود ونشوف الشاب الامريكي وهو بيصور. عشان انا وعدتكم اني هوريكم في فيديو من 29 يناير اصدقاء الشاب الامريكي اللي كانوا بيصوروا معاه الاحداث من اعلى نقطه في شارع محمد محمود في جمعه الغضب بالليل، الاحداث اللي اثبتت ان ما كانش فيه قناصه مع الداخليه. افكركم تاني، الشاب الامريكي دوت جه مصر سنه 2010 وقال في مذكراته او وقال في حاجه شبه مذكراته انه هو كان جاي يدرس الكالتشر بتاعتنا، الدين واللغه والعادات والتقاليد. الشاب ده من ولايه ديترويت، ونبص على اصحابه وهم بيصوروا ما يثبت ان الجيش كان بيمنع الداخليه انها تخش تضرب مسيل للدموع على المتظاهرين، وان الجيش لو كان عايز في اليوم ده يفضي ميدان التحرير كان فضى ميدان التحرير.
ايه رايكم في المشهد ده؟ يا ترى مين دول اللي كانوا نايمين على بطنهم وبيصوروا الاحداث؟ مين دول؟ يا ترى دول من افغانستان؟ يا ترى دول من باكستان؟ يا ترى دول منين؟ هو ليه الداخليه ما حطتش قناصه في المكان اللي الناس دي بتصور منه؟ انتوا فكروا كده، ده اللي بيحصل يوم 29 يناير. الجيش ما كانش قادر يفضي الميدان. الجيش كان يقدر يفضي ميدان التحرير يوم 29 يناير. طب الجيش كان يقدر يفضي ميدان التحرير يوم جمعة الغضب؟ والله كان يقدر. والله العظيم كان يقدر. بس الجيش ما خدش تعليمات من حسني مبارك انه يفضي الميدان بالعنف. صح ولا لا؟